احضروا لنا الترجي الان، ده لسان حال جماهير الاهلي بعد مباراه السوبر وبعد الفوز ببطوله السوبر افريقيا. يا اهلي جمهور متعطش باستمرار للبطولات. هي واحده من المباريات اللي ما فيهاش متعه كبيره، لكن في النهايه هي فيها شغل تكتيكي وفني كبير، وتفصيله واحده بس خلت الاهلي كان سيء وبعد كده تحسن بشكل كبير وقدر انه يحسم السوبر لصالحه. تابعوني انا صاحب الكوره وتحليل فوز الاهلي بالسوبر على حساب بيراميدز. هو الماتش بيتمحور حوالين فكره معينه. ايه هي الفكره دي؟ هي ليه الاهلي كان بيعاني في بناء الهجمه وامتى الاهلي كان بيتفوق في بناء الهجمه. هي تفصيله واحده اللي عملت كل الشغل ده. الاهلي كان بيعاني في بناء الهجمه في البدايه عشان الباكين بتوعك كانوا ثابتين في الحاله الهجوميه او في حاله بناء الهجمه، ما كانوش بيزيدوا لقدام، فبالتالي كان بيبقى في ضغط وكثافه من لعيبه بيراميدز، فبالتالي كان بيبقى في صعوبه في التحضير من مناطق تحضير الاهلي. عشان كده الاهلي كان بيعاني وما كانش عارف يوصل لمرمى الشناوي. وبص معايا هتلاقي كندوسي، تلاقي مروان عطيه، حمدي فتحي، اللي هم محاور بناء الهجمه من وسط ملعب الاهلي، كلهم متراقبين، لان كل فرقه بيراميدز قدام عند مناطق الاهلي، لان مفيش كثافه هجوميه قدام. انت عندك 3 بس، فكفايه قوي الرباعي الدفاعي وواحد من وسط الملعب بيامن المنطقه دي، فخلاص انت مقفل تماما وكل ضغطك وكثافتك عند مناطق تحضير الاهلي. عشان كده الاهلي ما كانش عارف يخرج بالكوره في البدايات. فبص، بسبب ان هاني ما بيزيدش لنص الملعب، بص لما بيرسي تاو استلم الكوره استلمها ما بين حمدي والكارتي، فبالتالي بقى بيرسي تاو محصور ما بين الاثنين، فكل ما يستلم الكوره يسيبها بسبب الضغط او الكثافه الثنائيه اللي بتتعمل عليه. الجزء الثاني، ليه كولر عمل كده؟ ليه كولر ما كانش بيدي تعليمات للباكين بتاعه ان هم يزيدوا؟ لان لما الباكين بتوعه كانوا بيزيدوا، ادي علي معلول، ادي محمد هاني، زادوا في الحاله الهجوميه. في حاله تم افتكاك الكره من بيراميدز، عندهم سرعات زي مصطفى فتحي وابراهيم عادل يقدروا ان هم يستغلوا المساحه اللي في ظهرهم فيعملوا خطوره، فيعملوا له صداع في دماغه. بص معايا افتكاك الكوره، بص ابراهيم عادل عنده مساحه كبيره انه يزيد لقدام ازاي، فيقدر ان هو يوصل لمناطق خطوره ومناطق اكثر تاثيرا، فبالتالي ده اللي كان مقلق كولر في البدايه. لحد لما كولر رجع لطبيعته، رجع للشكل المعتاد بتاعه. بص معايا هنا حمدي فتحي بدأ ينزل، مش عايزك قدام، انا عايز اخرج بالكوره، وانت من هنا بقى نبدأ نشتغل ببلان بي. حمدي فتحي هينزل يحمي ظهر علي معلول عشان علي معلول يبدأ يزيد. احمد عبد القادر وعلي معلول عاملين جبهه، هنا بيرسي تاو بيبدأ يضم القلب الملعب عشان ياخد المدافعين بتوع بيراميدز لجوه، فيفتح مساحه لمحمد هاني. بص محمد هاني بدأ يعمل لينك هنا مع بيرسي تاو، بيرسي تاو بص له انا هضم لجوه عشان اخلق لك مساحه تبدأ انت تنطلق على الخط، وعلي معلول فتح هناك، وعبد القادر عمل نفس الفكره بتاعه بيرسي تاو عشان يعمل كثافه في عمق الملعب. يبقى انت كده بتملى كل الممرات، الطرفين، الهاف سبيس وعمق الملعب، وكمان بيزيد معاهم كندوسي عشان يملى عمق الملعب ويعمل كثافه ثنائيه. بص معايا تاني علي معلول، هنا محمد هاني، بص الكثافه والضغط هنا قال له ازاي، فبقى في مساحه ان مروان يتحرك، بقى في مساحه لعلي معلول ومحمد هاني على الطرف، فبقيت بتقدر تخرج بالكوره وبتقدر توصل لمناطق الخطوره. تلعب الكوره الطويله لاحمد عبد القادر جوه منطقه الجزاء، محمد شريف جوه منطقه الجزاء، في الزياده كندوسي. كولر اشتغل دفاعيا بنفس الفكره اللي اشتغل بيها في مباراه الكاس، اللي هي ايه؟ انه انا مش هعرف اراقب رمضان ولا مصطفى فتحي ولا ابراهيم عادل نظرا لسرعاتهم ومهاراتهم، فانا هعمل حاجه اهم، هي ان انا اقفل الامداد للعيبه دي، اقفل اللي هو زي ما بيقولوا كده بلغه الكوره راس التعبان، اقطع راس التعبان عشان ما يبقاش فيه خطوره من ناحيته. محمد شريف بيراقب احمد توفيق، ومروان عطيه بيراقب وليد الكارتي عشان ما يبقاش فيه اي استلام منهم، ما يقدروش هم اللي يطوروا اللعب او ينقلوا الفريق من مناطقهم للثلث الاخير الاهلي. فبالتالي كان في صعوبه كبيره برضو بتواجه بيراميدز، الا في حالات استثنائيه لما كان رمضان صبحي بيسرق المساحه اللي في ظهر مروان عشان يبدا يطلع بيراميدز. وبرضو لو انت حسبت الخطوره طول الجيم مش هتلاقي خطوره غير في حاله او 2 بالكتير. انتهت حلقتنا النهارده، اتمنى الحلقه تكون عجبتكم. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل، وفعلوا الجرس عشان كل فيديوهاتنا الجديده توصل لكم.